حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا، نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق ما دام. صباح الخير يا جماعه، ويلكم تو ماي تشانل. اهلا بيكم في فلوج جديد. ده فلوج يومين من الاجازه، بجد الفلوج هيعجبكم قوي. المهم صحيت غسلت اسناني المفروض وصليت. ان احنا هنروح الجيم الساعة 10 قبل الظهر وكده، لان على الظهر بتكون الشمس حامية قوي. فطلعت السوت دي، هي سودا كده بجد، هي اخف حاجة ممكن البسها. ودلوقتي هوريكم اللبس بتاع الجيم. المهم هلبس واجي. النهارده كان اول يوم ليا في الجيم. اول حاجه اخدنا المفتاح بتاع الاوضه، اسمها ايه، البتاع اللي احنا بنحط فيه لبسنا. بعدين طلعت كده القيت نظره على الجيم، بجد كان حلو قوي وكانت تجربه حلوه. ايوه تعبت، بس ان شاء الله ان شاء الله هنتظم عليه وهظبط بقى اكلي وكده. بجد كان تجربه حلوه. وانا بصراحه دي يعتبر انا ما روحتش الجيم غير مره من زمان قوي، فكانت حلو يعني. المهم قعدنا نتمرن شويه وكده، وبعدين نزلت شربت ميه وقعدنا تحت واتدربنا حرفيا. جربت كل حاجه، الكابتن كانت معانا كانت بتوريني المفروض نعمل ايه. خلصنا اليوم بعد كده طبعا الكتير بقى من ريم بقى. ريم قعدت بقى تشوف الكالوريز ومش عارفه ايه، وقعدنا في الفقره دي حوالي ربع ساعه علشان نجيب حاجه تكون السعرات الحراريه بتاعتها قليله مش كتير. خلصنا الفقرة واشتروا الحاجات اللي هم عايزينها. بعدين رحت سحبت فلوس ورحت الهايبر علشان كنت عايزة اجيب اللي هو التوست اللي هو الغامق، واجيب كمان تونة عشان الغدا وزبادي عشان هضيفها في العشاء. القيت نظرة وجبت الحاجات وجبت كذا حاجة برضو. المهم خلصت الموضوع ده وكنت بقى بحاسب دلوقتي يا ومشيت. جماعة الساعة داخلة على 4 او 4 ل5. فالمفروض هعمل ايه؟ هعمل غدا. فبصراحة هاكل تونة، تمام، هحط عليها خضار، وهاكل معاها التوست اللي هو الغامق ده. يلا. حاولت اصفي التونة بصراحة على قد ما اقدر. بعدين هننزل بقى على السلطة. خلصت الغدا بتاعي واخدته طلعت بره على الكنبه اكلت. بجد كان طعمها بصراحه لذيذ كده بجد وخلصت اكل. بعدين كنت بقى خلاص متكسره، نمت شويه. 2000 ولما years صحيت later. كنت فقت بقى شويه، اخدت شاور وكده. وبجد دي الفقره المفضله ان ناخد شاور ونقعد بقى قدام التلفزيون. قعدت بقى شويه سمعت كذا حاجه. بصوا سمعت الحته دي كانت نهايه المسلسل كده، نهايه الفيلم. ده كده العشاء بتاعي. بس هحط على الوش الساندوتش واحدة توست كمان علشان اشبع وبس. لك شو عم يصير مع انه مراته؟ والعيش والملح يا سعاده الباشا لمحه. التته دي ما بتعرفش. وبعدين جه فاصل من اللحظات اللذيذة فأنا كنت هموت واسمعه. بجد أنا مش متابعة مسلسلات أو أفلام أو كده، فسمعت الفيلم ده كان بجد حلو خالص. وبعد ما خلصته قعدت شوية بقى نهاية اليوم كده اني قعدت أقرأ شوية. اليوم النهاردة عشان كنت أول يوم جيم فكنت تعبانة فاهمين، فما عملتش حاجات كتير، بس كان يوم بصراحة لذيذ قوي. اليوم اللي بعده بقى كان برضه يوم حلو قوي وبجد كان لطيف كده. مكان النهارده اجازه من الجيم. بكره بقى عندي جيم. المهم صحيت فطرت، عملت فطار برضو اللي هو البيض عادي جدا. وبجد يا جماعه النهارده كنت هموت لو ما شربتش كوبايه شاي بالنعناع، فعملتها وحطيت فيها سكر قليل قوي، حطيت معلقه بس مش صغيره. بس بجد كنت عايزه اشرب شاي قوي. شربت الشاي بعد كده الاوضه بتاعتي كانت كلها مكركبه، فروقت السرير وظبطت الدولاب وخلصت كل حاجه. جماعة انا ان شاء الله عملت بيدج اسمها حبيبة ستور. البيدج دي عبارة ان احنا هننزل كل حاجة بتخص الدراسة، وهعمل بوكسات ثانوية عامة وحاجات للبكالوريا، وهعمل تودو ليستات وبلانرز كتير قوي وحاجات خطيرة خطيرة بجد يا جماعة. هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام في الديسكريبشن بوكس. وانتظروا الكوليكشن هينزل ان شاء الله على 1/7 كده. كوليكشن خطير وفي فتح محافظات وفي حاجات بجد
وعروض واوفرز وحاجات خطيره. فبجد ان شاء الله هيعجبكم قوي. وبجد انا الكوليكشن خلصته وقعدت اشتغلت عليه النهارده كتير قوي، فبجد بجد هيعجبكم قوي. وحاجات كده كلها لطيفه قوي، وحاجات هتفيدكم جدا في المذاكره، وحاجات تشجيعيه، وهتلاقوا انواع بوكسات كتير وعروض كتير وحاجات كتير. فبجد انتظروا 1/7 هينزل حاجات خطيره هناك على الاكونت. هناك بقى الاكونت انزل لكم عليه كل الاشكال وكل الحاجات، وهسألكم في الحاجات اللي انتوا عايزينها. فاعملوا هناك فولو، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. وبس كده. بعد ما خلصت شويه شغل في البراند بتاعي والحاجات اللي عايزه اعملها، لبست ونزلت عشان كنت عايزه اجيب علبه للجيم. فلقيت التلاته دول مع بعض فاخدتهم طبعا من عند بابا، سهله جدا. فهاخد المقاس المتوسط ده عشان احط فيه الفطار بتاع الجيم، لان ساعات بكسل افطر يعني قبل ما امشي بتاع، فاخد معايا الحاجه. فدي مناسبة جدا يا جماعة. بجد كنت زهقت جدا من البيض المسلوق، فعملت بيض مقلي عادي، وحطيت زيت زيتون بسيط قوي كده، وقليت بالبيض. عايزاكم كلكم تقولولي وصفات وحاجات للرياضة والجيم والحاجات التركية دي، خدتها عشان لان العيش انا بصراحة يشبعنا. اول يوم كده وما كنتش نحط عارفة اعمل حتة ايه. زبدة بجد كنت صغيرة قاعدة بعمل خالص حاجات خالص غريبة. ونحمصه كده. سمعت حاجة ان احنا ممكن بصراحة على انا زيت مش زيتون يعني بسيط مش كده نحمص متأكدة من بس ده التركة دي، بيشبعنا بس احنا اكتر. بنجربها. فيعني جربتها يعني. كده العشاء بتاعي جاهز يا جماعة، بجد شكله حلو قوي. بصوا يلا ناكل بقى. my favorite time طبعا ان انا اقرا. قرات امبارح بس حابه مش كتار. النهارده برضو هقرا من كتاب محاط بحمقى. بجد يا جماعه خطير، لا بجد خطير. عملت كوبايه نسكافيه من غير سكر. هو اصلا انا بصراحه عموما بشرب النسكافيه من غير سكر فحبيته. قعدت بقى كده في جو هادي كده اقعد اقرا شويه. الكتاب ده انا قريت منه حوالي 50 صفحه حاجه زي كده، بس خطير 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 فوق ما تتخيلوا. ان شاء الله بعد ما اخلصه هديكوا عنه ريفيو كامل. وان شاء الله ناويه اعمل سلسله فيديوهات عن الكتب اللي قراتها وايه الكويس منها. قعدت قرأت حبة حلوين كده، وبجد يا جماعة استفدت حبة معلومات كتير قوي، وعلمت كده بالماركر على الحاجات اللي حبيتها. وانبسطت قوي النهارده من الحبة اللي قرأتهم، لاني حسيت ان انا استفدت معلومات حلوه. اخر حاجه قعدت امنتج لكم الفلوج واظبط لكم الصوره المصغره، وده بياخد مني وقت مهول عبال ما اخلص كل ده واجمع الايام والحاجات. بس بجد كنت مستمتعه قوي لان دي اكتر حاجه بحبها. وبس كده، ما تنسوش تعملوا فولو عشان نكمل 10K. سلام. وما تنسوش تعملوا فولو على البيج.